نادي تضامن حضرموت يخسر بنتيجة 1-0 أمام نادي النهضة العماني في يومنا هذا في بطولة دوري أبطال الخليج للأندية. نتيجة مخيبة للآمال وللجماهير اليمنية. والله ما كنت أشي أنزل فيديو ولا عن هذا الموضوع نهائيا، ولكن إلى متى يظل السؤال، إلى متى ستستمر سلسلة الفشل، سواء للمنتخبات الوطنية الأولى أو للأولمبية أو لمنتخبنا اليمني للشباب أو لنادي تضامن حضرموت. يعني متعشمين خير، كل ما تعشمنا خير في فريق ولا في منتخب يأتي الفشل. وسبب الهزيمة لا تقولوا ليش الحكم وضربة جزاء. والله يا جماعة الخير إن الأداء الذي قدمه نادي تضامن حضرموت أمام النهضة العماني لا يشرف الكرة اليمنية. آخر مباراة لنادي يعني تضامن حضرموت لما لعبنا مع نادي النهضة العماني في مباراة الذهاب قبل شهر ونص إلى شهرين. الناس بتلعب باستمرارية، سواء بطولات الدوري، الكاس، السوبر، الكذا، وإحنا معنا بطولة واحدة بنلعب فيها وبعدين نتغيب وبعدين نشي اللاعبين يقدموا نفس الأداء ونفس الطريقة ونفس الأسلوب ونفس يعني إلى متى سيظل هذا الفشل؟ الجماهير اليمنية تحتاج إلى فرحة، تحتاج إلى يعني منتخب يشرف الكرة اليمنية وإلى أندية تشرف الكرة اليمنية. بالتوفيق لهم في باقي المباريات إن شاء الله بإذن الله. وتابعوا معلقكم اليمني هيمنة عبد الله، وتحياتي للجميع.